لما نشكل كومين ما هو إدارة أو مثلا مؤسسة إنه خدمية. نحن قبل الكومين من 5000 أو 3000 سنة كنا نعرف الكومين كان مشكل بشكل فعال، وكان إنه الكل موجود به. نحن ليش لما سوينا الرئاسات المشتركة ضمن الكومين؟ مشان إيش؟ مشان ما يكون قرار فردي، مشان يكون قرار جماعي. المرأة زاد تلعب دورها بهالمكان هذا. تدريب بكل مكان، ما نقول إنه تدريب بس محاضرة وقراية وكتابة، تدريب على أمور الحياة بشكل كامل. ايش هي الذهنيه الجديده؟ تطلب ثوره جديده. ذهنيتنا لاحظ احنا موجودين بيها مو مثل الذهنيه اللي قبل تسلط والامور هاي. لازم زاد نبدا بثوره جديده مشان احنا نتخلص من الذهنيه القديمه، ذهنيه السلطه، حيث ان لم يعد خافيا على لاحظ ان اول استعباد الانسان كان هو استعباد الرجل للمراه. قبل بالمجتمع قديما المراه هي اللي كانت اداره. لما نحن نرجع على المجتمع الطبيعي المراه هي الاداريه، المراه هي تدير المجتمع. الكلان ما يقدر، كان انه انا اسميه كومين اول كانوا يسمونه كلان يعني. زاد مثل هي جماعات، المراه هي اكتشفت كل شيء. لما المراه تعرف حالها تحرر، نحن ذيك المره نقول انه المجتمع متحرر. فهي واهبه الحياه يعني المراه، مدبره مدربه من الان نفسها. وفي حال تحلي المراه بالمعرفه والاراده الحره سوف يكون بامكان المجتمع عيش الحب والجمال والرغبه في اجواء من المساواه والحريه والسلام. العصرانيه الديمقراطيه عصر ثوره المراه رائده الزراعه والاقتصاد. مثل ما قلنا هي اللي اكتشفت الزراعه وهي صاحبة الاقتصاد. يعني الاقتصاد ايش هو؟ يعني مثل مشروع ثقيل للمرأة. معوقات التدريب في الكومين، ايش هي معوقات التدريب في الكومين؟ يعني عندنا عدة امور تعوق التدريب في الكومين، هي عدة لجان، كله سلسلة واحدة. هسه نلاقي هالمسبح اذا انفرطت حبة واحدة تفرط كل المسبحة، نفس الشيء الكومين، اذا نقص منه هدف واحد ما راح نصل الى نتيجة. عندنا معوقات التدريب في الكومين، عدم إيلاء الأهمية القصوى للتدريب ووضعها في الدرجة الأخيرة من بين لجان الكومين، بالإضافة إلى قلة المطالعة وإهمال التدريب من قبل إدارة الكومينات واللجان، وخاصة لجان التدريب. يعني لازم يكون به لجان تدريب ضمن الكومين. أدى كل هذا إلى ظهور مشاكل مفصلية. لجنة التدريب مهمة ضرورية ضمن الكومين. أخذت مسائل تموينية خدمية ومشاكل أخرى ثانوية المرتبة الأولى في نشاط الكومين، وهذا ما يتعارض مع معنى الكومين. ومن أهم العوامل التي تعيق التدريب عندنا: واحد، وجود تعارض بين محتوى التدريب النظري والواقع العلمي الاجتماعي. عدم وجود توازن بين الشرائح العمرية، يعني اختلاف الأجيال، بالإضافة لاختلاف الناجم عن المستوى العلمي والمعرفي بين أعضاء الكومين. إيش هي؟ وجود توازن بين الشرائح العمرية. مثل الآن جيت أعطيتها المحاضرة وبي عمره 60 سنة و50 سنة وبي طفل وبي شابة وبي شاب، يعني يصير بي تضارب. يعني أنا بدي أوعي هالجيل هذا وبدي أنشأ مثل ثورة جديدة، وجاي أعطي كبار سن. كبار السن عاش هالتجربة، عاش هالمرحلة وفهم الحياة يعني، وخلي كبار يعني الفئة العمرية الشابة يعني. هنا لما يصير بي اختلاف وأعطي هالمحاضرة، ترى الفكرة مو وحدة. هلا فكرة ال 60 سنة مو مثل فكرة ال 10 15 سنة، هين يصير بي تضارب بالفئة العمرية، يعني هذا زاد يعوق التدريب شوي. وجود ذهنيات لا تؤمن بفكر الأمة الديمقراطية، وهي يعني النقطة المهمة. المتدربين يعني أنتم الموجودين، على المتدربين أن يكونوا متهيئين للتدريب ومعرفة حاجاتهم الماسة. يعني أنا لازم لما أجي على هالمحاضرة لازم أكون مهيئة الآن، أنا يكون عندي طرح فكرة، أكون مهيئة حالي للشيء هذا. يعني لما أجي احتمال يصير لي سؤال ونقاش أنت ما راح تعرفين، لازم يكون عندي استعداد. الأصغاء وابدأ أراهم بكل ارتياح، لازم أنت تعطيه رأيك بكل ارتياح بكل راحة. تدوين مواضيع التدريب في دفتر خاص يتمكن من مراجعته. أما بالنسبة للأشخاص الغير قادرين على الكتابة والقراءة الاعتماد على التركيز. يعني نلاقي هسه شرحنا عدة نقاط، وفي ناس تعرف تقدر تدونها، في ناس ما تقدر. هاي الناس لازم نحن نعطيها فكرة إنه أنت ركز على هالفكرة هاي. عدم الخلط بين مواضيع التدريب والمشاكل الاجتماعية سواء في الكومين أو الحي أو بأي مكان. يعني نحن نجي على هالتدريب، إحنا هذا موضوعنا مشان الكومين، نجي نقلبها خدمية، والله ما زود تجي المعينات ما تجي. إيش هو التدريب الذاتي؟ الإنسان يدرب نفسه بنفسه، هو كل ما يبذل الفرد من تلقاء نفسه في سبيل تنمية مواهبه ومهاراته وزيادة علوم ومعارف في جميع المجالات وخاصة المواهب الذاتية. التدريب الذاتي تتم وجود جماعية أجل تكوين ذهنية سليمة ووعي سليم. يعني أنا لما أدرب حالي ذاتيا أفهم إيش المحيط اللي حوالي، إيش اللي يدور حوالي، إيش المشاكل، أقدر أنا ضمن الكومين يعني أساعد الكومين أحل المشكلة الموجودة في الكومين لما أنا أدرب حالي. هاي كله ضمن التدريب الذاتي. يعني إيش؟ متابعة، قراية مجلات أو جرايد أو مثل الأخبار، أنت تعرفين إيش يعني لما أنا أدرب حالي ما يلزم أجي أنت
اليوم صار، لازم نحن ندرب حالنا ذاتي يعني.